السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي وكيف عكس دور المجموعات، دور ال16 إلى الآن ما في أي مفاجآت. كل الفرق الكبيرة تأهلت لتضرب موعد لمواجهات قوية. لا نكثر بالكلام، يلا نبوش. في مباراة هولندا وأمريكا دخلوا الأمريكيين حامين ومتحمسين يريدوا يضربوا هولندا على غفلة، ومن صدق ضيعوا انفراده مع الحارس، لكن تألق وصدها. هولندا ما صبرت كثير ورزعتهم الهدف الأول، وللأسف نفس الحركة وقعت مرة ثانية. أمريكا ترجع تهدد وهولندا ترزعهم الهدف الثاني على السريع، وينتهي الشوط الأول بتقدم هولندا 2-0. الشوط الثاني دخل الفريقين بمناوشات وضيعوا فرص كثيرة، وفي الدقيقة 75 بتمريرة عرضية هدف غريب لمسها اللاعب، لو كانت بقصد فهذا يعتبر أجمل هدف بالمونديال، بس باعتقادي إنها كانت بغير قصد. المهم هولندا استفزت صح، على طول يرجعوا الهدف الثالث عشان يأمنوا النتيجة عن طريق ديموفريس، وتتأهل هولندا رسميا إلى دور الثمانية. لما يكون عندك منتخب بيض مضغوطين في الزاوية وما يقدروا يطلعوا بالكرة، ضروري يكون عندك ميسي. الشوط الأول حرفيا 35 دقيقة مقيدين عن عمل أي شيء. الأستراليين عاملين حصن، لكن ميسي شغل المعزة الذي داخله ورزع هدف عشان يثبت حضوره بالمونديال، وينتهي الشوط الأول بهدف للأرجنتين. الشوط الثاني اللاعبين اتذكروا انهم بالمنتخب الأرجنتيني وتوحشوا جدا وضغطوا على استراليا، وبخطأ من الحارس سجلوا الهدف الثاني، وبعدها قلبوا المباراة رقص التانجو. لكن المشكلة كذا سهوا مرة ثانية واستراليا ضربتهم بهدف، بس عادي سهل عشان حماس المباراة. ولكن كلمة عن هذا مارتينيز، هذا عبارة عن هجوين النسخة الجديدة أو كيف؟ الله يعين ميسي بس عليه. المباراة تنتهي بفوز الأرجنتين وتتأهل لملاقاة الطواحين. الشوط الأول كان حماسي ألف، فرنسا كانت مسيطرة على المباراة، لكن بولندا كانت خطيرة بالهجمات. مستواهم كان أفضل من دوري المجموعات بكثير، لكن مش أمام فرنسا لأنهم يلدغوا في أي ثانية. وقبل نهاية الشوط الأول جيرو يسجل هدف لفرنسا، بس أنا مستغرب من هذا اللاعب مرة يكون هيغواين ومرة يكون رونالدو الظاهرة، السهلات يضيعها والصعبات يجيبها. المهم الشوط الأول انتهى بتقدم الفرنسيين 1-0. الشوط الثاني ما فرقش أبدا، إلا أن فرنسا زادت بالسيطرة، وهاتيا هجمات يميزها الهيدانية باللمسة الأخيرة. توضيح: هيدانية معناتها رعونة، لكن امبابي كان عنده كلمة ثانية، استلم الكرة وفتح سكوب وندف للهدف شوطة أبو أسد، وفي الدقيقة 90 يسجل الهدف الثالث عشان يثبت رجل فرنسا في الدور الثمانية. لكن في الدقيقة الأخيرة من بدل الضايع ضربة جزاء لبولندا وشاتها ليفا ويضيعها، وعادها الحكم مرة ثانية وشاتها مرة ثانية ليفا وسجل هدف. لكن بالأخير مو مهم لأن فرنسا تأهلت خلاص. مباراة إنجلترا والسنغال كانت مملة جدا في البداية، 30 دقيقة عشان نشوف أول هجمة خطيرة، باقي الوقت كان لعب عيال. المنتخب الإنجليزي يعاني بالبداية قبل ما يعمل هجمة سريعة ويضرب هاري كين الهدف الأول. بعدها شفنا هجمات كثير على السريع، ويجي الهدف الثاني من هاري كين بآخر دقيقة من الشوط الأول. الشوط الثاني دخل الإنجليز وخلاص رجلهم تعودت على المرمى، راجعين هجمات على مندي، وسجلوا الهدف الثالث عن طريق ساكا، وتنتهي المباراة بفوز الإنجليز اللي يضربوا موعد مع الديوك.